سمعتوا عن موضوع الحرامي اللي سرق الجزمة؟ في شخص راح يصلي، ساب جزمته قدام الجامع، جه الحرامي عمل دوره وسرق الجزمة. الشخص لما خرج وما لقاش جزمته اضطر يمشي حافي لحد بيته واستسهل الموضوع وقال ما انا كده كده بيتي قريب ومش هيحصل حاجة. دخلت حاجة في رجليه واتجرح. الشخص تخيل ان هو جرح بسيط وهيعدي. الجرح ده ادى انه قطع رجله، اتبطرت رجله. والحرامي متخيل ان ذنبه الوحيد انه سرق الجزمة، مش متخيل ان في شخص اتقطعت حتة من لحمه سببه. حال الحرامي ده حال ناس كتير قوي في حياتنا. دخلت حياتنا افتكرت ان الاذية بسيطة، ايه يعني ده شوية زعل بسيط وهيعدي. ما يتخيلوش ان اتقطعت حتة من روحنا، حتة من قلبنا بسبب الزعل ده. ما بيعرفوش هم كسروا ايه جوانا واخدوا ايه وشالوا ايه مننا ومن روحنا وهم ماشيين. احنا في حياتنا ناس كتير شبه الحرامي اللي سرق الجزمة.